الظلم والحرمان هو من دفع سكان الريف التهامي للخروج عن صمتهم والتعبير عن رفضهم لمراكز نفوذ أذلتهم لصالح نظام عائلي حول حياتهم إلى جحيم. نحن حتى الآن نعيش قبل ثورة سبتمبر حتى الآن، ونحن في سبلة الحديدة تحت الحديدة ب20 كيلو، لا كهرباء لا مياه لا طرق لا مشاريع صحية زي الناس، لا المستشفيات ولا أي خدمات، كل الخدمات عندنا هنا مفقودة. نحن هنا في مديرية الدريهم بمحافظة الحديدة، المديرية الوافرة بالثروات الزراعية والسمكية والسياحية والصناعية. خرج سكانها في مسيرات احتجاجية مطالبين بخدمات أساسية كانت بالنسبة لهم مجرد أحلام ووعود وخطابات وانتخابات. مديرية الدريهمي محرومة من كل شيء، يعني كأنها تعيش في حكمة مريرة، رغم أنها منطقة سياحية ومنطقة زراعية ولها موارد من التمور ولها موارد من عدة موارد زراعية، موارد من الأسماك، ومنطقة الدريهمي تحتل أكبر مساحة من المصانع. منطقة كيلو 16 تبع الدريهمي وبها أكبر عدد من المصانع، يعني أعدادها وضرائبها أكبر من أي مديرية في الجمهورية، ومع ذلك لا ندري أين تذهب، كلها تتلاشى وكلها تنتهي. هكذا أحال النظام البائد حياة المواطنين في الحديدة إلى إشلاء مواطنة مسحوقة ينهب خيراتها ويمنحها مراكز نفوذ تقمع المواطنين وتنهب حقوقهم الخاصة والعامة. ارحل بليلك عن هذه الديار فقد أضحى رحيلك من أسماء أمانينا 50 عاما ولم نظفر ببارقة بطائف الحلم تلهينا وتسلينا كأننا من بلاد الزنج موطننا ولم نكن أبدا يوما يمانينا. ندين ونستنكر الاعتداء الإجرامي الذي قام به بعض مناطق الشريم على المسيرة السلمية التي قامت في يومنا هذا، كما أنهم حاولوا الاعتداء على مصور قناة سهيل. الماء والكهرباء والمدارس والخدمات الأخرى هي أبسط حقوق تمناها سكان هذه المديرية على امتداد 33 عاما من طغيان مراكز النفوذ التي حولت كل شيء في خدمة مصالحها. هذه المسيرة اليوم خرجت في الدريهم تطالب أولا بربط المديرية بالمحطة المركزية للكهرباء ومحاسبة المتسببين في سرقة مولد الكهرباء الذي لم يعمل حتى دقيقة واحدة في المديرية. مدير المديرية المعين حديثا وعد السكان بوضع حد لهذه المعاناة القاسية التي عاشها المواطنون طيلة العهود الماضية. نحن لنا أولويات كما حددتها لنفسي في بداية تعني في هذه المديرية، أولا الكهرباء، وثانيا الطريق إن شاء الله، وثالثا استكمال مشاريع المياه المتعثرة. مراكز نفوذ لا تزال تعيش بعقلية الماضي، حاول بلاطجتها إيقاف تغطية طاقم قناة سهيل بمحاولة اختطاف المصور والاعتداء على المسيرة. عبد الحفيظ الحطامي، قناة سهيل، مديرية الدريهم، محافظة الحديدة.